الرحمن الرحيم. طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا وسهلا بكم. بإذن الله معنا نماذج كتاب الأضواء في المراجعة النهائية لمادة العلوم للترم الأول. معنا 5 نماذج اختبارات ونموذج اختبار من متعدد بنظام البوكلت. نبدأ على بركة الله. مع النموذج الأول، السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. رقم 1: عندما يسقط شعاع ضوئي عموديا على السطح العاكس، زاوية الانعكاس بتساوي كام؟ والله لما يكون عندنا السطح العاكس وبيجي عندنا طبعا شعاع ضوئي ساقط عمودي على السطح العاكس، فالشعاع الضوئي هنا بيرتد على نفسه، بحيث تكون عندنا زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس تساوي عندنا صفر. زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس تساوي صفر. 2: تحدث مجموعة من التغيرات العكسية في الانقسام عندنا الميتوزي في الطور مين؟ قال لك والله في الطور عندنا أو الطور عندنا النهائي بيحدث مجموعة من التغيرات العكسية عكس اللي كانت بتحدث عندنا طبعا في الطور عندنا مين؟ في الطور التمهيدي. زي ما انت عارف انه في الطور التمهيدي كان بتتحلل النووية والغشاء النووي وبيختفي عندنا الغشاء النووي، ولكن في الطور النهائي بتختفي خيوط المغزل وتتكون النووية والغشاء النووي. يعني عندنا مجموعة من التغيرات في الطور النهائي عكس اللي كانت بتحدث عندنا في الطور التمهيدي. 3: الشكل البياني نقط بيمثل حالة جسم يتحرك بعجلة منتظمة موجبة. عجلة منتظمة موجبة يعني عندي السرعة النهائية بتكون أكبر من السرعة الابتدائية، وطالما أنت بتكلمني على عجلة يبقى المحاور معانا هتكون عبارة عن سرعة وزمن. سرعة وزمن، طبعا عندي الشكل رقم ج ولا الشكل رقم د. أجي أقول لك الشكل رقم ج، هنا السرعة عندنا سرعة منتظمة، يعني هنا السرعة إيه؟ منتظمة، وبالتالي قيمة العجلة هنا في السرعة المنتظمة بتساوي صفر. أنا عايز عجلة منتظمة موجبة، فهيكون عندنا الإجابة الصحيحة الشكل رقم د، سرعة وزمن. فهنا السرعة النهائية اللي هي عين 2، السرعة الابتدائية عين 1 بتساوي صفر، عين 2 أكبر من عين 1. وهنا طبعا عندنا الجسم بيتحرك بعجلة منتظمة موجبة. أما الشكل رقم أ، مسافة وزمن، كده الجسم ساكن يعني السرعة بتاعته بتساوي صفر. مسافة وزمن، السرعة هنا سرعة منتظمة أيضا، وبالتالي هتكون عندنا قيمة العجلة أيضا بتساوي صفر. مع السؤال رقم 4 بيجي يقول لي: تستغرق الشمس حوالي 220 مليون سنة عشان تكمل دورة واحدة حول إيه؟ هاجي أقول لك والله بتستغرق 220 مليون سنة عشان تكمل دورة واحدة حول مركز المجرة اللي هي مجرة درب التبانة. استخرج الكلمة المختلفة: الكتلة، الزمن، العجلة، المسافة. كميات فيزيائية بتنقسم عندنا إلى كمية فيزيائية إما قياسية أو متجهة. الكتلة كمية فيزيائية عندنا قياسية، الزمن قياسية، المسافة قياسية. هتكون عندنا طبعا العجلة كمية فيزيائية متجهة. معتدلة، مساوية للجسم، معكوسة، حقيقية. هنا طبعا الصورة اللي بتتكون عندنا في المرآة الايه؟ في المرآة المستوية. ليه اخترت المرآة المستوية؟ عشان كلمة معكوسة. فبتكون عندنا الصورة بتكون معتدلة، مساوية للجسم، معكوسة، بس بتكون تقديرية وليست حقيقية. حيوان الإسفنج، فطر الخميرة، نجم البحر، الهيدرا، تكاثر لا جنسي. مين في النوع من ال5 أنواع اللي درسناهم عندنا؟ طيب أنت عارف إن أنت عندك الإسفنج والهيدرا كائنات عديدة الخلايا بتتكاثر عندنا طبعا بالتبرعم بالإضافة إلى فطر الخميرة. بس كان عندنا نجم البحر كان بيتكاثر يتكاثر عندنا بالتجدد. تستخدم عندنا في المناظير، المصابيح الأمامية للسيارات، الميكروسكوب، أجهزة بصرية، في النظارات كده عدسات، وهنا طبعا عدسات، وفي المناظير عندنا عدسات. ولكن اللي كان عندنا في المصابيح الأمامية للسيارات كانت عبارة عن مرآة، عندنا مرآة مقعرة. الشكل أو المسألة رقم ج: تحركت سيارة من السكون. والله أنا فهمت إن السيارة عندنا تحركت من السكون، معنى ذلك إن عين 1 بتساوي صفر.
تمام، تحركت من السكون. وصلت سرعتها يعني عين 2 بتساوي 50 متر على الثانية خلال 10 ثواني، ده الزمن بيساوي 10 ثواني. احسب مقدار العجلة التي تحركت بها السيارة مع ذكر نوعها. والله العجلة عندها هتطلع موجبة لأن عين 2 أكبر من عين 1. كلام جميل. طب ما تيجي تقول لي يلا العجلة اللي هي ج بتساوي التغير في السرعة، يعني عين 2 ناقص عين 1 على الزمن. عين 2 بكام؟ والله عين 2 ب50. خلي بالك لازم وحدات القياس تبقى زي بعضها. تمام. وعين 1 عندنا هنا ناقص صفر على الزمن اللي هو ب10، يطلع عندك 50 على 10 تساوي 5، وده عجلة يعني متر على الثانية تربيع. وفعلا طلعت عندنا بإشارة موجبة لأن عين 2 اللي هي ب50 أكبر من عين 1 اللي هي عندنا بصفر. اكتب المصطلح العلمي: السرعة التي يتحرك بها الجسم لما بيقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية. والله السرعة دي اسمها عندنا السرعة مين؟ السرعة المنتظمة، لأن الجسم بيقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية. منطقة اتصال كروماتيدي الكروموسوم معا أثناء انقسام الخلية. طبعا أنت عارف إن الكروموسوم بيتكون عندنا من 2 كروماتيد متصلين عند نقطة تسمى باسم السنترومير. تمام. فمنطقة اتصال كروماتيدي الكروموسوم الواحد يسمى عندنا السنترومير. المعدل الزمني للتغير في الإزاحة، عندنا إزاحة وزمن، يبقى ده على طول عندي مين؟ السرعة المتجهة. المسافة التي يقطعها الضوء في سنة بنسميها عندنا السنة الضوئية، هي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة، وتستخدم عندنا في قياس المسافات بين النجوم. رقم ب: ماذا يحدث في الحالات الآتية؟ رقم 1 بيجي يقول لي تزداد المسافة التي يقطعها الجسم للضعف خلال نفس الزمن بالنسبة للسرعة. احنا كان عندنا السرعة بتساوي عندنا المسافة على الزمن. طيب لما تزيد عندنا، والله مثلا عندي السرعة مثلا هنفرض انها 1 والمسافة ب1 والزمن ب1، ف1 على 1 بيساوي 1. طيب ايه اللي حصل معانا؟ تعالى وانا اقول لك ايه اللي حصل. اللي زادت المسافة للضعف، المسافة زادت للضعف، يعني الواحد ده بعد كده هيبقى كام؟ 2. تمام. إلى الضعف خلال نفس الزمن. الزمن كان عندنا بواحد نفس الزمن يعني 1، 2 على 1 تطلع بكام؟ ب2. طب في الأول السرعة كانت ب1، السرعة أصبحت كان بكام؟ ب2. معنى ذلك إن السرعة هتزداد للضعف. زي ما أنت عارف إن في علاقة طردية ما بين السرعة والمسافة، وعلاقة عكسية ما بين السرعة والزمن. ماذا يحدث عند سقوط شعاع ضوئي على عدسة محدبة وهيمر بمركزها البصري؟ هذه طبعا عندنا مين؟ العدسة المحدبة، وعندنا بؤرة ومركز، وبؤرة ومركز. هنا بيجي يقول لي الشعاع الضوئي هيمر بمين؟ بالمركز البصري اللي هو صاد. طالما الشعاع هيمر بالمركز البصري طبعا هينفذ على استقامته دون أن يعاني أي انكسار، ينفذ على استقامته دون أن يعاني أي انكسار. رقم 3. رقم 3 بيجي يقول لي عندما يتحرك الجسم بسرعة منتظمة بالنسبة للعجلة. طالما السرعة منتظمة يعني عين 2 بتساوي عين 1، يعني التغير في السرعة بيساوي صفر، وبالتالي قيمة العجلة تساوي عندنا صفر. يبقى هنا الجسم اللي بيتحرك بسرعة منتظمة قيمة العجلة تساوي صفر. ماذا يحدث إذا فقد حيوان نجم البحر إحدى الأذرع بتاعته وكانت تحتوي على جزء من القرص الوسطي؟ والله عندي نجم البحر نفسه اللي فقد الجزء ده هيحصل إيه؟ هيحصل له عملية تجدد، يعني عملية تعويض للذراع المفقود. طب الذراع المفقود نفسه اللي فيه قطعة من القرص الوسطي هيتكاثر يتكاثر بالتجدد، ويكون عندنا طبعا نجم أو حيوان جديد اللي هو نجم بحر جديد، أو حيوان عندنا حيوان جديد. يبقى في فرق عندنا ما بين التجدد والتكاثر بالتجدد. التجدد الكائن الكبير نفسه يعوض الجزء المفقود، أمال التكاثر بالتجدد لا، التكاثر بالتجدد الجزء المفقود الصغير يتجدد، يتكاثر بالتجدد ويكون عندنا
حيوان جديد كامل. رقم ج، عدسة محدبة. عدسة محدبة، البعد البؤري بتاعها عندنا العدسة المحدبة بعدها البؤري يعني عين تساوي 5 سنتي، وضع جسم على بعد 12 سنتي. طب ما تيجي نرسم ادي يا سيدي العدسة المحدبة، تمام، وادي المحور الأصلي، وعندنا بؤرة ومركز. بؤرة ومركز، لها بؤرتين ومركزين لأنها لها سطحي تحدث. كلام جميل. البعد البؤري عندنا بكام؟ بيجي يقول لك والله البعد البؤري ب5، يعني دي ب5 ودي ب5 ودي ب5 ودي ب5. كلام جميل. الجسم موضوع على بعد كام؟ 12 سنتي. طيب لحد المركز اللي هو نصف القطر ده ب10، يبقى الجسم موضوع على بعد أكبر من ال10 بعد المركز، لأن على بعد كام؟ 12. وبالتالي والله الصورة لازم تتكون عندنا ما بين البؤرة والمركز. أول شعاع ضوئي معانا هيكون طبعا موازي للمحور الأصلي، هينكسر ويمر يمر عندنا بالبؤرة. الشعاع الضوئي الثاني هيمر عندنا بالمركز البصري، وبالتالي الاتنين هيتجمعوا معانا في نقطة بين البؤرة والمركز ونصف القطر، يعني على مسافة أكبر من البعد البؤري وأقل من ضعف البعد البؤري. خصائص الصورة معانا هتكون طبعا صورة حقيقية ومقلوبة. حقيقية وراها طبعا كلمة مقلوبة على طول، وتكون عندنا مصغرة، لأن الجسم زي ما أنت عارف إن على بعد أكبر من ضعف البعد البؤري. السؤال الثالث صح وخطأ. رقم 1، يتكاثر فطر الخميرة لا جنسيا بالتبرع، طبعا إجابة صحيحة. 2، تتفق الإزاحة مع السرعة المتجهة. الإزاحة مع السرعة المتجهة في الاتجاه، وتختلف معها في وحدة القياس. تعال نشوف، فعلا بيتفقوا في الاتجاه. اتجاه الإزاحة هو اتجاه السرعة المتجهة، أمال وحدة القياس الإزاحة بالمتر، والسرعة المتجهة عندنا بالمتر على الثانية، يبقى تختلف معها في وحدة القياس. صح. نشر العالم لابلاس بحثا بعنوان نظام العالم لتفسير نشأة الكون. هو اسمه نظام العالم بس مش نشأة الكون، ده كان نشأة عندنا الشمس والمجموعة مين؟ المجموعة الشمسية. العدسة المقعرة، العدسة المقعرة المفرقة مالها؟ دائما تكون صورة تقديرية ومعتدلة بس مش مكبرة، بتكون عندنا صورة تقديرية صورة معتدلة تقديرية بتكون عندنا مصغرة وليست مكبرة. تمام، صورة تقديرية معتدلة مصغرة. ضع الكلمة المناسبة من كلمة ضعف أو نصف أو تساوي. كلام جميل. نيجي نشوف في الفراغات. السرعة النسبية لسيارة متحركة بالنسبة لمراقب ساكن نقط، والراجل حللها. سرعتها الفعلية. السرعة النسبية لسيارة متحركة بالنسبة لمراقب ساكن، يعني احنا عندنا السرعة النسبية وادي يا سيدي السرعة الفعلية وادي سرعة المراقب. في الحالة دي بيجي يقول لك المراقب ماله؟ والله عندنا المراقب ساكن، طالما المراقب ساكن يبقى سرعته بصفر، وبالتالي فعلا السرعة النسبية هتساوي السرعة مين؟ تساوي السرعة الفعلية. رقم 2، عدد الكروموسومات في خلية حيوان منوي. دي خلية جنسية، الخلية الجنسية عندها N، هيكون بالنسبة لعدد الكروموسومات في خلية خلية الخصية. خلية الخصية دي خلية تناسلية، وانت عارف ان التناسلية عندها 2N، وبالتالي N نصف ال 2N. نصف قطر التقور المرآة. احنا عندنا المرآة، ولتكن عندنا المرآة المقعرة، عندنا هنا البعد البؤري وهنا المركز، ده اسمه البعد البؤري، وده يسمى عندنا ضعف البعد البؤري اللي هو نصف القطر. فبيجي يسألك نصف القطر اللي هو نق بالنسبة للبعد البؤري ضعفه، لأن انت عارف ان نق بتساوي 2 عين أو ضعف البعد البؤري. طول الصورة لجسم يوجد أمام مرآة مستوية. استنى، أدي يا سيدي الأمام المرآة المستوية،
واحنا عندنا ايه؟ عندنا ادي الجسم اللي واقف قدام المرآة المستوية. تمام. فطول الصورة بالنسبة لطول الجسم، ادي عندنا الجسم، وادي الصورة بتتكون داخل المرآة على مسافة متساوية من بعد الجسم عن المرآة. وأيضا بيكون عندنا طول الصورة بتساوي طول الجسم بالنسبة للمرآة. مين؟ بالنسبة للمرآة عندنا المستوية، يبقى هتساوي كلمة تساوي. الشكلان التاليان يوضحان انقسام خليتين بطريقتين مختلفتين. واحنا عارفين ان الانقسام بيكون يا اما عندنا انقسام ميتوزي او انقسام عندنا ميوزي. الميتوزي بيكون في الخلايا الجسدية، والميوزي بيكون عندنا في الخلايا التناسلية. طيب، هنا الخلية الواحدة أعطتنا خليتين، يبقى ده هيكون عندنا انقسام مين؟ انقسام ميتوزي. أما الخلية الواحدة بتدي 4 خلايا، يبقى ده عندنا انقسام عندنا ميوزي. اذكر عدد الكروموسومات في كل خلية ناتجة من الانقسام بكل من الطريقتين ألف وباء، علما بأن عدد الكروموسومات في الخلية التي تنقسم الخلية الأم 46. يعني أنت عندك عدد الخلايا الموجودة في كل خلية، ما فعلا الخلايا الجسدية الكروموسومات فيها بتساوي عدد الكروموسومات في الخلية التناسلية، كل واحدة فيهم عندها 2n، يعني دي عندها 46 ودي عندها 46. تمام. أنا عايز بقى عدد الكروموسومات في كل خلية ناتجة. والله الميتوزي بيدي خليتين، كل خلية بيكون فيها 2n، يعني دي هيبقى عندها 46 ودي 46. بالنسبة للميوزي بيدي 4 خلايا، بس كل خلية فيها نصف عدد كروموسومات الخلية الأم. طب الخلية الأم فيها 46، نصهم هيكون 23 كروموسوم في كل إيه؟ في كل خلية. تمام. بالنسبة للسؤال الرابع أكمل. يعالج قصر النظر باستخدام عدسة مقعرة. تمام، القاف مع القاف. بينما طول النظر بيعالج عندنا بعدسة إيه؟ بعدسة محدبة. تنقسم الخلية الجسدية انقساما إيه؟ للسائلين ميتوزيا، بينما الخلية التناسلية انقساما ميوزيا. مؤسس نظرية النجم العابر هو طبعا العالمان تشمبرلين ومولتن. تعتبر الإزاحة كمية فيزيائية إيه؟ الإزاحة كمية فيزيائية متجهة يلزم لتحديدها مقدار واتجاه، بينما الكتلة كمية فيزيائية عندنا قياسية يكفي لمعرفتها أو تحديدها معرفة إيه؟ مقدارها فقط. صوب ما تحته خط في العبارات الآتية. رقم 1، تحدث ظاهرة العبور في نهاية الطور مين؟ قلنا والله في الطور التمهيدي للانقسام الميوزي الأول. البعد البؤري للعدسة المحدبة يساوي المسافة بين مين ومين؟ هيساوي عندك العدسة المحدبة البعد البؤري بتاعها المسافة ما بين البؤرة والمركز البصري. إذا تحرك جسم 50 متر شمالا، أدي الجسم يا عم اتحرك 50 متر شمالا، كلام جميل، ثم عاد 20 متر جنوبا، رجع في كلامه تاني 20 متر جنوبا، تكون الإزاحة فين؟ إزاحة من موضع البداية اللي هو ألف لموضع مثلا النهاية اللي هو عندنا ج، يعني شوية دول كده، فهيكون طبعا 30 إيه؟ 30 متر، وفي اتجاه الإيه؟ اتجاه الشمال، 30 متر شمالا. 50 ناقص 20. الشعاع الضوئي الساقط موازي للمحور الأصلي لمرآة مقعرة. آدي يا سيدي المرآة المقعرة، وادي المحور الأصلي، بؤرة مركز. عندنا شعاع ضوئي ساقط موازي للمحور الأصلي، بينعكس مرا بالإيه؟ ينعكس مرا بالبؤرة، ينعكس مرا بالإيه؟ بالبؤرة. رقم ج، خرج تلميذ من المدرسة متحركا بسرعة متوسطة. يعني آدي يا سيدي الإيه؟ آدي المنزل بتاع التلميذ، وآدي عندنا المدرسة، الإيه؟ المدرسة. فالتلميذ خرج من المنزل للمدرسة بسرعة متوسطة قدرها 2 متر على الثانية. احسب بعد التلميذ عن المدرسة بعد مرور دقيقتين. ده هو خارج من الإيه؟ خارج من المدرسة رايح المنزل بتاعه. تمام. بعد دقيقتين، بعد دقيقتين، عايز هنا الايه؟ بعد التلميذ يعني المسافة، بعد التلميذ يعني المسافة. طب ما انت عارف ان السرعة بتساوي المسافة على الزمن، يبقى المسافة بتساوي السرعة في الزمن. يا تلميذ انت ماشي بسرعة كام؟ قال لك انا ماشي بسرعة 2 متر على الثانية.
الزمن بكام؟ بعد زمن دقيقتين. بس المشكلة هنا خلي بالك، السرعة بمتر على الثانية والزمن بدقيقتين، ما ينفعش تشتغل بمتر على الثانية وهنا دقيقتين. فلازم أول حاجة تحول الزمن اللي هو 2 دقيقة في الثواني، يعني الدقيقة فيها 60 ثانية، يعني 120 ثانية. وبالتالي المسافة سرعة في زمن، السرعة ب2، الزمن ب120. فهتطلع معاك يا سيدي 240 مسافة متر. يبقى كده الطالب هيبعد عن المدرسة مسافة 240 متر. مع نموذج رقم 2، السؤال الأول اكتب المصطلح العلمي. رقم 1، قدرة بعض الحيوانات على تعويض الأجزاء المفقودة منها. الكائن الكبير يعوض الجزء الصغير المفقود، الكلام ده اسمه عندنا التجدد. طول المسار الفعلي اللي بيسلكه الجسم المتحرك من نقطة البداية إلى نقطة النهاية، ده تعريف عندنا المسافة وليس الإزاحة. قطعة ضوئية واحدة من الخمسة تستخدم لعلاج عيب بصري. العيب البصري ده ينتج عنه تكون الصورة أمام الشبكية. طالما أمام الشبكية يبقى الراجل ده عنده قصر النظر، فأنا هعالجه بقطعة ضوئية اسمها إيه؟ قصر النظر. يبقى هعالجه عندنا بعدسة مقعرة. عدسة إيه؟ مقعرة. مجموعات المجرات التي تدور معا في الفضاء الكوني بتأثير عندنا الجاذبية. مجموعات المجرات اسمها عندنا عناقيد الايه؟ عناقيد المجرات. رقم بقى، استخرج الكلمة غير الايه؟ غير المناسبة. رقم 1، المسافة الكلية، الزمن، السرعة النسبية، السرعة المتوسطة. والله السرعة المتوسطة كانت بتساوي عندنا المسافة على الزمن، المسافة الكلية على الزمن الكلي، وبالتالي الكلمة المختلفة هنا هتكون السرعة مين؟ السرعة النسبية. 2، الزيجوت، البويضة، الحيوان المنوي، حبة اللقاح. البويضة تعتبر عندنا مشيج مؤنث عنده إن، الحيوان المنوي مشيج مذكر عنده إن. حبة اللقاح أو حبوب اللقاح مشيج مذكر عند النبات عنده إن، وبالتالي الزيجوت عنده 2 إن، ده الخلية الناتجة من عملية الإخصاب. طول النظر، قصر النظر، مرض السكر، الكاتاراكت. ده عيب إبصار بيصيب العين، عيب إبصار بيصيب العين. الكاتاراكت مرض المياه البيضاء بيصيب العين، بس مرض السكر ملوش علاقة بالإيه؟ بالعين. 4، نظرية السودين، النجم العابر، الانفجار العظيم، النظرية الحديثة. دي فسرت نشأة المجموعة الشمسية، ودي المجموعة الشمسية، وهنا المجموعة الشمسية. نظرية الانفجار العظيم فسرت عندنا طبعا نشأة مين؟ نشأة الكون. خلي بالك بيجي يقول لك اكتب ما يربط بين باقي الكلمات. فالأول ده عندنا قانون مين؟ السرعة المتوسطة بتساوي المسافة على الزمن. باقي الكلمات هنا عبارة عن خلايا جنسية. باقي الكلمات هنا أمراض بتصيب العين. باقي الكلمات هنا طبعا نظريات بتفسر نشأة المجموعة الشمسية. رقم ج، قطعة متسابق 40 متر شمالا خلال 20 ثانية، ثم 80 متر شرقا خلال 40 ثانية، وبعد كده 40 متر جنوبا خلال 15 ثانية، ثم عاد نقطة البداية خلال 25 ثانية. تعال نرسم مع بعض. هنا المتسابق قطع مسافة 40 متر شمالا، تمام. بعد كده قطع 80 متر شرقا، رجع بعد كده هنا هيكون طبعا 40 متر جنوبا، بعد كده رجع لنقطة البداية. هنفرض نقطة البداية أ، ب، ج، د. هنا 40 وهنا 40 وهنا 80، ورجع من نقطة البداية تاني، يبقى كده قطع 80 عندنا متر. نيجي لعندنا الزمن، ف 40 متر شمالا في 20 ثانية، وهنا 80 متر شرقا 40 ثانية، هنا 15 ثانية، بعد كده راجع نقطة البداية خلال 25 ثانية. أول حاجة عايز المسافة الكلية، هي طول المسار الفعلي الذي يسلكه الجسم من موضع البداية لموضع النهاية. يعني هتيجي تقول لي المسافة الكلية عبارة هتساوي، أول حاجة هنا طبعا 40 متر زائد 80 زائد عندنا 40 زائد تاني 80، يبقى كده يا سيدي كأنها 3 في 80 هتساوي 3 في 80 هيساوي 240 متر.
عايز الإزاحة الجسم راجع لنقطة البداية، موضع البداية هو موضع النهاية، يعني هنا الإزاحة بتساوي صفر. عايز بعد كده السرعة مين؟ السرعة المتوسطة. السرعة المتوسطة بتساوي المسافة الكلية على الزمن الكلي. المسافة الكلية احنا جايبينها 240 متر. الزمن الكلي 20 ثانية زائد 4 زائد 15 زائد 25، كده 20 و25 هيكون عندنا كام؟ 45. 45 زائد 15 زائد 4 يطلع معاك يا سيدي، معلش هنا كام؟ 40 ثانية. هيطلع معانا الزمن الكلي بكام؟ ادي كده 0 و4 و4 8 9 يبقى 100 ثانية. الزمن كله 100 ثانية. يطلع معانا طبعا عندنا هنا السرعة المتوسطة تساوي 2.4 متر على الثانية. نيجي عندنا للسرعة المتجهة. والله السرعة المتجهة عندنا بتساوي الإزاحة على الزمن الكلي، ما بالك إن الإزاحة عندك بصفر، وبالتالي السرعة المتجهة هتكون عندنا بتساوي إيه؟ بتساوي عندنا صفر. يبقى المسافة هي طول المسار الفعلي الذي يسلكه الجسم من موضع البداية لموضع النهاية، ولكن الإزاحة بتكون أقصر خط مستقيم يصل بين موضع البداية وموضع النهاية. وطالما الجسم راجع لموضع البداية، يعني موضع بداية الحركة هو نفسه موضع نهاية الحركة، الإزاحة بتساوي صفر والسرعة المتجهة بتساوي صفر. السؤال الثاني، أكمل العبارات الآتية. رقم 1، يتكون نقط من اتحاد المشيج المذكر مع المشيج المؤنث. كان عندنا الزيجوت أو اللقحة. غاز الهيليوم والهيدروجين أنتجوا المجرات. يتحرك جسم بسرعة 72 كيلومتر على الساعة. سرعته بتساوي كام متر على الثانية؟ والله عشان أحول من كيلومتر على الساعة لمتر على الثانية بضرب في 5 على 18. لما تيجي تضرب معاك ال 72 في 5 على 18، 5 على 18 في طبعا 72 عارفين إنها بتطلع معانا ب 20 متر على الثانية. حاصل ضرب ضعف سرعة الجسم في نصف الزمن. طب تعالى كده استنى، حاصل ضرب السرعة. طب نتيجي نفكر نفسنا السرعة بتساوي المسافة على الزمن. انت عايز تضرب سرعة في زمن، ما المسافة كانت بتساوي السرعة في الزمن. كلام جميل. هنا ضعف السرعة، يعني السرعة بقت 2 عين. كلام جميل. في نصف الزمن بدل ما هو 1 يبقى نصف الزمن، فاتنين مع الاتنين تطلع عندنا فعلا السرعة تاني في الزمن هتساوي الايه؟ تساوي المسافة. اذكر مثالا واحدا لقطعة ضوئية تكون دائما صورة تقديرية معتدلة مصغرة. عندك حاجتين بيكونوا صورة تقديرية معتدلة مصغرة: المرآة عندنا المحدبة، والعدسة. اعكس بقى العدسة مين؟ العدسة المقعرة، اللي هما بيكون عندنا ايه؟ القطع الضوئية المفرقة. عايز كائن حي يتكاثر بالأبواق أو الجراثيم. خد يا عم، عندك فطر عفن الخبز، فطر عش الغراب. تمام. كمية فيزيائية متجهة، عندك العجلة وعندك الإزاحة وعندك السرعة المتجهة. نوع من المرايا بيكون صورة معتدلة مساوية ومعكوسة الوضع. المعكوس عندنا بس مثال واحد فقط، وهو عندنا المرآة مين؟ المرآة المستوية. قارن بين كل من طول النظر وقصر النظر من حيث ايه يا عم؟ من حيث مكان الصورة والعلاج. هاجي اقول لك في مكان الصورة في قصر النظر بيكون امام الشبكية، اما في طول النظر بيكون خلف الشبكية. العلاج قصر النظر هعالجه عندي بعدسة مقعرة، اما طول النظر هعالجه طبعا عندنا بعدسة ايه؟ بعدسة محدبة. السؤال الثالث، ضع علامة صح أو خطأ. رقم 1، عندما يتحرك عندنا الجسم بسرعة منتظمة تكون سرعته المتوسطة أكبر من سرعته المنتظمة. طب إزاي بسرعة منتظمة؟ سرعته المنتظمة دي يعني ثابتة، السرعة ثابتة. لازم تكون السرعة المتوسطة بتساوي السرعة المنتظمة تساوي السرعة اللحظية، ثلاثة يساوي بعض، فالكلام ده خطأ. إذا سقط شعاع ضوئي مرا بالمركز البصري لعدسة محدبة ينفذ موازيا؟ لا، هينفذ على استقامته دون أن يعاني أي انحراف. يتجمع في أطراف المجرة العديد من النجوم القديمة؟ لا، في الأطراف النجوم عندنا بتكون مين؟ النجوم الحديثة. يهدف الانقسام الميوزي إلى تكوين الأمشاج؟ صح، إجابة صحيحة.
متى يحدث كل مما يلي؟ لما يكون طول الصورة المتكونة لجسم بواسطة عدسة محدبة أقل من طول الجسم. أدي يا سيدي عندك العدسة المحدبة، محور أصلي، بؤرة، مركز، بؤرة، مركز. أنا عايز طول الصورة المتكونة تكون أقل، يعني الصورة تكون هنا، أكيد لازم الجسم يكون هنا. تمام. فإمتى الكلام ده؟ عندما يكون الجسم على بعد أكبر من ضعف البعد البؤري. عندما يكون الجسم على بعد أكبر من ضعف البعد البؤري بتتكون الصورة بين البؤرة والمركز، وبتكون عندنا حقيقية مقلوبة مصغرة، فطول الصورة أقل من طول الجسم. متى يحدث المسافة تتساوى مع الإزاحة؟ لما يكون عندنا الجسم يتحرك في خط مستقيم وفي اتجاه واحد، هتلاقي عندك المسافة بتساوي الإزاحة. متى يحدث زاوية السقوط لشعاع ضوئي على السطح العاكس لمرآة عندنا مقعرة؟ مرآة مقعرة، أدي المحور الأصلي، بؤرة، مركز. تكون زاوية السقوط عندنا بتساوي صفر. والله لما يكون عندنا الشعاع الضوئي ساقط ومر بالمركز البصري هينعكس على نفسه، وبتكون عندنا زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس تساوي صفر. رقم 4، متى يحدث انقسام ميتوزي للكبد؟ انقسام الميتوزي للكبد بيتم عندنا إذا حصل عندنا يا سيدي قطع جزء من الكبد حتى ثلثيه. لو قطع جزء من الكبد حتى ثلثيه، تمام. فبيبقى عندنا الكبد ينقسم عندنا بالانقسامات الميتوزية. أو لو حصل عندنا جرح الكبد، فبيبدأ الكبد عندنا في عملية الانقسامات الميتوزية، طبعا هنا تعويض الجزء المفقود أو لالتئام الجروح. ما اسم الظاهرة في الشكل المقابل؟ ده حصل كده ظاهرة والله العبور. تمام. الغرض منها طبعا تبادل الجينات بين الكروماتيدين الداخليين في المجموعة الرباعية، وبالتالي هتؤدي عندنا إلى التنوع الوراثي. السؤال الرابع، صوب ما تحته خط. يراعي عندنا الطيارون السرعة المتوسطة؟ لا، عندنا السرعة المتجهة. للرياح تتكاثر اليوجلينا لا جنسيا عن طريق التبرع؟ لا، عن طريق الانشطار الثنائي. عندما يتحرك الجسم بسرعة منتظمة العجلة التزايدية؟ لا والله، قيمة العجلة عندنا تساوي صفر. يتركب الكروموسوم كيميائيا من RNA وبروتين؟ لا، اسمه DNA وبروتين. رقم باء، اختار عندنا الإجابة الصحيحة من العمود باء ما يناسب العمود ألف. رقم 1، فطر الخميرة جايب للحركة المحور الثانوي للمرآة البؤرة التقديرية للعدسة المحدبة. انت عارف ان فطر الخميرة بيتكاثر لا جنسيا وعن طريق عن طريق التبرعم. يبقى الحركة تغير موضع الجسم من مكان إلى آخر بمرور الزمن. رقم ج. المحور الثانوي للمرآة هو هيكون عندنا المستقيم المار بمركز تكور المرآة وأي نقطة على سطحها خلاف قطبها. تمام، لأنه لو مر بالقطب بيكون عندنا محور أصلي. البؤرة التقديرية للعدسة بتاعت المقعرة تتكون من تلاقي طبعا امتدادات الأشعة الضوئية المنعكسة. المستقيم تنشأ من تلاقي امتدادات الأشعة الضوئية المنكسرة، لأن دي هتكون عندنا العدسة بتعمل انكسار وليس انعكاس. علل يصعب عمليا حركة سيارة بسرعة منتظمة؟ طبعا بسبب اختلاف أحوال الطريق. مع النموذج الثالث أكمل العبارات الآتية. رقم 1، عيب الإبصار الناتج عن زيادة تحدب سطحي عدسة العين هيكون عندنا اسمه قصر النظر. خلي بالك قصر النظر عنده زيادة في قطر كرة العين وزيادة في التحدب. أما الراجل اللي عنده طول النظر عنده نقص. احفظها كده أو افهمها كده، قصر زيادة، طول النظر نقص. طب الراجل اللي عنده قصر النظر هيعالج عندنا بإيه؟ بعدسة مقعرة. تمام، عدسة مقعرة. المعدل الزمني للتغير في السرعة يا سيدي، تغير في السرعة، سرعة وزمن يدي معاك يدي معاك العجلة.
بينما المعدل الزمني للتغير في المسافة مسافة وزمن يدي معاك الإيه؟ السرعة. عدد الكروموسومات في الخلايا الناتجة من أو عن تكاثر الخلية الجسدية 2N لنجم البحر بالتجدد. والله ده بينقسم ميتوزي. ميتوزي عدد الكروموسومات هينتج يساوي 2N. يحتوي نقط على جميع المجرات والنجوم والكواكب، طبعا ده مين؟ الكون. طب ما تحته خط بيجي يقول لي رقم واحد. إذا تحرك الجسم بعجلة منتظمة سالبة، هتكون سرعته الابتدائية تساوي سرعته النهائية؟ لا، هتكون أكبر. الابتدائية بتكون أكبر من النهائية في العجلة المنتظمة السالبة. تتكون الأمشاج في الكائنات الحية من خلايا خاصة تعرف الخلايا الجسدية؟ لا، اسمها الخلايا التناسلية. إذا كانت الزاوية المحصورة بين الشعاع الضوئي الساقط والشعاع الضوئي المنعكس على مرآة مستوية تساوي 60. تمام، هذا عندنا مرآة مستوية، شعاع ضوئي ساقط، وبعد كده يحصل له عملية انعكاس. فالزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والمنعكس دي كلها 60. لو عملت العمود المقام تطلع هنا السقوط ب 30 والانعكاس ب 30، فزاوية السقوط ب 20 لا، هتكون عندنا بتساوي 30 درجة. رقم 4. البؤرة هي نقطة في باطن العدسة؟ لا، ده يا سيدي المركز البصري، وليس الإيه؟ وليس البؤرة. قطع عداء مسافة 300 متر في زمن قدره 30 ثانية، ثم عاد إلى نقطة البداية سيرا على العداء. استنى، هذه نقطة البداية ألف، وهذه يا سيدي نقطة النهاية باء. فخد من ألف لباء ثم رجع لموضع البداية. كلام جميل. فبيجي يقول لك إيه بقى؟ قطع 300 متر في زمن قدره هنا 30 ثانية، ثم عاد لنقطة البداية، يعني رجع 300 متر تاني. راجع 300 متر. تمام، سيرا على الأقدام في زمن قدره 170 ثانية. احسب إيه بقى؟ السرعة المتوسطة. والله السرعة المتوسطة بتساوي المسافة الكلية على الزمن الكلي. مسافتك الكلية كام يا عداء؟ قال لك أنا رحت 300 ورجعت 300، يبقى أنا قطعت 600 متر. الزمن الكلي 30 وأنا رايح قسم 170 وأنا راجع، يبقى كده يا سيدي 200 كام؟ 200 ثانية. تطلع السرعة المتوسطة اللي عدها تساوي 3 متر على الثانية. السؤال الثاني، اختر الإجابة الصحيحة. رقم واحد. يحتوي نقط على مادة وراثية من الأبوين وينمو ليكون فرد جامدي يجمع في صفات الأبوين. ده كان عندنا الزيجوت اللي هو عنده 2N. عندما يتحرك الجسم في خط مستقيم وفي اتجاه ثابت، تمام، تكون النسبة بين المسافة المقطوعة والإزاحة. ما هي المسافة هتساوي الإزاحة؟ يعني النسبة ما بينهم، المسافة على الإزاحة أو الإزاحة على المسافة هتساوي واحد، اللي فوق قد اللي تحت، هتساوي الواحد الصحيح. أي العلاقات البيانية التالية تمثل حركة جسم بعجلة منتظمة؟ تعال نشوف. العجلة المنتظمة هي علاقة ما بين عندنا الزمن والسرعة. تمام، تعالى الشكل رقم واحد، زمن وسرعة، بس السرعة عندنا هنا سرعة منتظمة، فقيمة العجلة تساوي صفر. أنا مش عايز كده، ما تنفعش. تعالى للشكل رقم ج. ده السرعة كده فعلا عجلة منتظمة، السرعة هي عجلة منتظمة، بس بعد كده الجسم توقف فمش هتنفع. زاد ورجع نزل تاني برضه لا. أنا عايز عجلة منتظمة، هيكون عندنا الشكل رقم باء. وهنا عجلة منتظمة سالبة، ان الراجل ما حددش، قال لي عجله منتظمه خلاص، قد تكون موجبه وقد تكون سالبه. فالشكل رقم ب هيمثل عندنا عجله منتظمه سالبه، لان السرعه النهائيه اقل من السرعه الابتدائيه. بدأ تشكل أو تشكيل المجرات بعد حوالي طبعا كام مليون سنة من الانفجار العظيم؟ 3000 مليون سنة من الانفجار العظيم بدأ يتكون عندنا طبعا اللي إيه؟ تشكل المجرات. رقم ب اكتب المصطلح العلمي تغير موضع الجسم بالنسبة لموضع جسم آخر ثابت بمرور الزمن. ده كان تعريف عندنا الحركة. نقطة وهمية بتتوسط السطح العاكس للمرآة. النقطة اللي في النص دي اسمها عندنا قطب المرآة. إحدى مراحل الانقسام التي تصطفي فيها أزواج الكروموسومات عند خط استواء الخلية. ده كان عندنا الطور الاستوائي. المستقيم المار بمركز تكور المرآة وقطبها. أدي يا سيدي المرآة ولها قطب المرآة، وعندنا هنا البؤرة والمركز. فالمستقيم بقى المار بالمركز والقطب ده اسمه عندنا المحور الأصلي، والأصلي واحد بس.
أما الثانوي عدد لا نهائي. علل. تكتب كلمة إسعاف معكوسة على سيارات الإسعاف. تمام، ما أنت عارف إن سيارة الإسعاف من جوه المرآة الموجودة فيها اسمها مرآة مستوية، والمرآة المستوية بتكون صورة عندنا إيه؟ معكوسة. فإحنا كتبناها معكوسة على عربية الإسعاف عشان لما الراجل الراكب في السيارة أمام عربية الإسعاف يبص في المراية بتاعته اللي قدام ديت، اللي هي بتكون صورة معكوسة لأنها مرآة مستوية. فمعكوس المعكوس معتدل، معكوس المعكوس معتدل، زي ما بتقول كده نفي النفي إثبات. فمعكوس المعكوس معتدل، وبالتالي هي مكتوبة معكوسة، تقوم المرآة المستوية الموجودة في السيارة الأمامية للإسعاف تكونها صورة معتدلة، تطلع له كلمة إسعاف مظبوطة. ليه؟ حتى يتكون لها طبعا صورة معتدلة في صورة معكوسة في المرآة المستوية، فيتمكن السائق من قراءتها إيه؟ مضبوطة، فيسرع بإخلاء الإيه؟ بإخلاء الطريق. السؤال الثالث ضع علامة صح أو علامة خطأ. رقم 1، تزداد سرعة الجسم المتحرك عندما يقل الزمن المستغرق لقطع المسافة. أنت عندك السرعة بتساوي المسافة على الزمن، والعلاقة بين السرعة والزمن علاقة عكسية. طب بيجي يقول لك تزداد المسافة لما يقل الزمن. فعلا لما الزمن يقل السرعة تزداد. إجابة صحيحة. قوة الجاذبية هي التي أفقدت السديم شكله الكروي؟ لا، ده كان عندنا قوة الطرد المركزية. يستخدم طبيب الأسنان المرآة عندنا المحدبة، ده كان بيستخدم عندنا المرآة يا سيدي المقعرة وليس المحدبة، عشان يكون صورة مكبرة. الحالة رقم 6 الأخيرة، في الطور البيني بيتم مضاعفة المادة الوراثية. إجابة صحيحة. اذكر فقط اسم أقدم النظريات اللي فسرت نشأة المجموعة الشمسية. 3 نظريات أقدمها هي عندنا نظرية السوديم للعالم بيرسيمون لابلاس، تقريبا 1796 ميلادية. نوع المرآة التي يكون سطحها الداخلي هو العاكس. دي طبعا عندنا المرآة مين؟ المرآة المقعرة. الطور الذي تختفي فيه النووية والغشاء النووي من الانقسام عندنا الميوزي، ده كان عندنا طبعا الطور الطور التمهيدي، وبترجع تتكون عندنا تاني في الطور النهائي. خواص الصورة التي تكونها عندنا العدسة. رحنا فين؟ خواص الصورة التي تكونها عندنا العدسة المقعرة حالة واحدة فقط، بتكون عندنا صورة تقديرية، وبتكون معتدلة مصغرة. تقديرية معتدلة مصغرة. رقم ج، إذا كان عدد الكروموسومات في خلية بنكرياس الإنسان، يعني ده خلية جسدية والخلية الجسدية عندها 2 23 زوج، يعني 23 في 2 يساوي 46 كروموسوم. عدد الكروموسومات بقى في الحيوان المنوي، الحيوان المنوي عنده إن فقط، يعني عنده 23. نصف العدد ده ما ده 2 يبقى الإن الواحدة 23. في المبيض، خلية المبيض عندها نفس العدد من كروموسومات الخلية الجسدية، يعني عنده 46 كروموسوم. أمال البويضة 23 كروموسوم. السؤال الرابع، ماذا يحدث في الحالات الآتية؟ رقم 1 بيجي يقول لي هنا عدم حدوث ظاهرة العبور في الانطور التمهيدي الأول. ما حصلتش ظاهرة العبور، وبالتالي لم يحدث عندنا تبادل للجينات، وبالتالي ما فيش تبادل للجينات، يعني لم يحدث تنوع ما فيش تنوع وراثي. كلنا كل واحد هيطلع صورة طبق الأصل من من الأبوين. إذا وضع جسم أمام عدسة محدبة على مسافة تساوي البعد البؤري. آدي يا سيدي العدسة المحدبة، وآدي المحور الأصلي، بؤرة مركز، بؤرة مركز. الجسم فين؟ على مسافة تساوي البعد البؤري. ده الجسم عند البؤرة. والله طالما عند البؤرة خلي بالك الأشعة مالها هتنعكس متوازية في ما لا نهاية، وبالتالي لا تتكون صورة للجسم، لأن الأشعة هنا عندي تنفذ من العدسة متوازية في ما لا نهاية. ماذا يحدث عند تركيز ضوء الليزر على جزيئات الذهب النانوية التي يتم حقنها لمريض السرطان؟ والله ضوء الليزر لما يسلط على جزيئات الذهب النانوية هترتفع درجة حرارتها، وبالتالي هتنتقل الحرارة إلى الخلايا المسرطنة، فيؤدي إلى حرق وقتل الخلايا السرطانية، وكان ده من طرق علاج عندنا مرض السرطان.
إذا سقط شعاع ضوئي عمودي على سطح مرآة مستوية، يا سيدي أدي المرآة المستوية، الشعاع الضوئي ساقط عمودي على المرآة المستوية هينعكس على نفسه بحيث تكون عندنا زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس تساوي صفر. استخرج الكلمة غير المناسبة ثم اكتب ما يربط بين باقي الكلمات. رقم 1 حبوب اللقاح، البويضة، البنكرياس حيوان منوي، خلية جنسية، خلية جنسية، خلية جنسية، البنكرياس خلية جسدية. يبقى باقي الكلمات عبارة عن خلايا جنسية. تمام. تستخدم في الطب، تدخل في صناعة الفرن الشمسي، صناعة تلسكوبات رصد الفضاء، توضع على أرصفة السكة الحديد. تمام. فهنا طبعا ده عندنا مرآة تستخدم في الطب، طب الأسنان، مرآة مقعرة، ودي عندنا مرآة مقعرة مجمعة. تمام. تصنيع التلسكوبات للرصد الفضائي أيضا كانت عندنا مرآة مقعرة، يبقى توضع على أرصفة السكك الحديدية، لأن دي كانت عندنا المرآة المرآة عندنا المحدبة. فطر الخميرة، وعندنا البراميسيوم والهيدرا والإسفنج. الهيدرا والإسفنج وفطر الخميرة بتتكاثر عندنا بالتبرع. البراميسيوم ده بالانشطار الثنائي بالمختلفة البراميسيوم، وده تكاثر طبعا عندنا بالتبرع. مصنوعة من الزجاج، توضع ملتصقة بقرنية العين، عدسات رقيقة جدا، مصنوعة من البلاستيك. تمام. فمصنوعة من الزجاج توضع ملتصقة بقرنية العين. ده كان عندنا ملتصقة بقرنية العين كانت إيه يا شطار؟ كانت عندنا الملتصقة بقرنية العين، ده العدسات اللاصقة. العدسات اللاصقة، عدسات إيه؟ لاصقة. تمام. وعدسات رقيقة جدا ومصنوعة من البلاستيك. ما هي العدسات اللاصقة بقرنية العين مصنوعة من البلاستيك، ما ينفعش طبعا أحط زجاج على العين هيجرح العين. وعدسة رقيقة جدا. ماشي، هو تقريبا كده الله أعلم، يعني هتكون عندنا مصنوعة من مصنوعة من الزجاج، لأن ده طبعا هتكون مختلف عن الباقي، لأن الباقي بيكون عندنا مصنوع عندنا من البلاستيك البلاستيك الشفاف. تمام. عدسات اللاصقة، وممكن العدسات الرقيقة ديت ممكن توضع عندنا في مرض الكاتاراكت، مرض المياه البيضاء، بيتم استبدال عدسة العين بعدسة أخرى رقيقة جدا مصنوعة من البلاستيك الشفاف، فهتكون اللي هي مصنوعة عندنا من من الزجاج، لأن الباقي عندنا عدسات تصنع من من البلاستيك. احسب السرعة الفعلية لسيارة. طب استنى ما اكتب القانون يا سيدي. السرعة الفعلية اهي، وهنا استنى السرعة النسبية، وهنا السرعة الفعلية، وهنا سرعة المراقب. تمام. احسب السرعة الفعلية، يبقى السرعة الفعلية مجهول لسيارة تبدو سرعتها. كلمة تبدو يعني دي السرعة النسبية ب 50 كيلومتر على الساعة. بالنسبة للمراقب يتحرك في عكس، يبقى أحط علامة زائد. وسرعة المراقب عندنا عفوا سرعة المراقب ب20، وبالتالي السرعة الفعلية هتساوي 50 ناقص 20، هتساوي عندنا طبعا كام؟ 30 كيلومتر على الساعة. النموذج الرابع. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة. رقم 1، وضع جسم طوله 10 سنتي عند مركز التقور لمرآة مقعرة. آدي يا سيدي المرآة المقعرة، وآدي البؤرة، وآدي المركز. الجسم طوله 10 سنتي عند المركز، والله طوله 10 سنتي، السرعة هتتكون تحت منه طولها 10 سنتي مساوية للجسم، وبالتالي هيكون طول السرعة المتكونة يساوي 10 سنتي. سرعة حقيقية مقلوبة مساوية للجسم. ينتج عن الانقسام الميتوزي خليتين، طبعا بكل واحدة نفس عدد كروموسومات الخلية الأم اللي هو 2N. من أمثلة الكمية الفيزيائية المتجهة، مقدار واتجاه، هيكون طبعا عندنا مقدار واتجاه، هيكون الكتلة، ما تنفعش الكتلة، نصف القطر والمسافة ما ينفعش طبعا، هيكون الزمن لا ما ينفعش، هيكون طبعا الإزاحة والعجلة. النظرية التي بنيت على توهج النجوم لمدة قصيرة ثم اختفاء هذا التوهج، طبعا كانت عندنا النظرية الحديثة للعالم فريد هويل.
صوب ما تحته خط في العبارات الآتية. رقم واحد، تعتمد السرعة النسبية لجسم متحرك على الزمن؟ لا، تعتمد على عندنا اتجاه وحالة اتجاه وحالة المراقب. النقطة التي تتوسط السطح العاكس للمرآة تسمى بقطب المرآة. يحدث انقسام ميزي في المنتج عشان ينتج البويضات؟ لا، عشان ينتج عندنا حبوب اللقاح. تكونت صورة مساوية للجسم بواسطة مرآة مستوية. والله ادي عندنا معلش ادي المرآة بواسطة مرآة مقعرة. تمام. وادي يا سيدي قطب المرآة وادي البؤرة وادي المركز. فايه اللي حصل عندنا؟ فبيجي يقول لك تكونت صورة مساوية للجسم بواسطة مرآة مقعرة على بعد 10 سنتي. يبقى أكيد الجسم هنا وهنا هتتكون له صورة مساوية. تمام. فيكون قطر التكور دي ب5 ودي ب5. تمام. هو موجود على بعد 10 سم، تكونت له صورة مساوية، فأكيد الجسم عند المركز، يعني نصف القطر ب10. طب القطر كله بكام؟ 10 ب10 يبقى 20 سنتيمتر. ما معنى أن جسم يتحرك بعجلة -2 متر على الثانية؟ أي أن سرعة الجسم ده تتغير بمقادير متساوية، اللي هو 2 متر، مش بتتغير بقى كمان، ده بتتناقص بمقادير متساوية اللي هي 2 متر على الثانية كل 1 ثانية. يعني سرعة الجسم ده تتناقص. ليه بتتناقص؟ عشان الإشارة السالبة. تتناقص بمقدار كام؟ 2 متر على الثانية لكل 1 ثانية. ما معنى أن جسم يقطع 40 متر شمالا في 2 ثانية؟ هو بيطلع لفوق كده 40 متر في 2 ثانية. السؤال الثاني، اكتب عندنا المصطلح العلمي. رقم واحد، ارتداد الشعاع الضوئي الساقط لنفس جهة السقوط لما بيقابل سطح عاكس. ارتداد يعني انعكاس الضوء. اثنين، تبادل بين الأجزاء الكروماتيدين الداخليين في المجموعة الرباعية. الظاهرة دي عندنا اسمها ظاهرة العبور. كرة غازية متوهجة كانت تدور حول نفسها، يفترض أنها كونت عند المجموعة الشمسية. الكرة دي كانت تسمى عندنا السديم. طول أقصر خط مستقيم يصل بين موضع البداية ونهاية الحركة، ده طبعا عندنا مقدار الإزاحة. صح وخطأ. العلاقة البيانية مسافة وزمن. ليه عندنا سرعة ثابتة؟ بيجي يقول لي يمثلها خط مستقيم يوازي محور الزمن؟ لا، خطأ. ده بيكون عندنا خط مستقيم مائل يمر بنقطة الأصل. عند سقوط شعاع عندنا ضوئي على عدسة محدبة. تمام. بؤرة مركز بصري. مرا بالبؤرة الأصلية. والله لو هيمر عندنا بالبؤرة الأصلية لازم هنا هينفذ موازي للمحور الأصلي، فإنه ينفذ منكسرا مرا بالمركز البصري. لا، ده هيكون موازي للمحور الأصلي. تتكاثر الأوليات الحيوانية أميبا باراميسيوم يوجلينا بالانشطار الثنائي. صح. قطعت سيارة 600 متر في دقيقة، سرعتها بكام بالمتر على الثانية؟ 60 متر على الثانية. تعالى نحسب. السرعة بتساوي المسافة والله على الزمن. انت يا عم مسافتك 600 متر في دقيقة، ما تضحكش عليا، الدقيقة 60 ثانية. 600 على ال60 هتطلع عندنا يا سيدي الصفر مع الصفر، 60 على ال6 تطلع ب10 متر على الثانية وليس 60 متر على الثانية. وضع جسم على بعد 6 سنتي من عدسة محدبة. ما تيجي نرسم ادي يا حبيبي العدسة المحدبة، والعدسة المحدبة بيكون لها بؤرة مركز. فين الجسم بقى؟ بيجي يقول لي والله الجسم عندنا على بعد 6 سنتي من عدسة محدبة. لازم تجيب البعد البؤري يا إما نصف القطر. لازم تجيب أول حاجة فيه البعد البؤري ب4، هنا ب4، 4 فالجسم على بعد 6 سنتي. يعني انت عايز تقول لي ان الجسم بالظبط ما بين البؤرة والمركز، ما دي ب4 هتاخد نص المسافة دي كمان ب2 يبقى 4 و2 يبقى 6. والله الجسم ما بين البؤرة والمركز لازم الصورة تكون الناحية التانية بعد المركز، حقيقية مقلوبة مكبرة. وضح بالرسم الصورة المتكونة للجسم. وخصائص الصورة قلت لك هتكون حقيقية وبتكون عندنا مقلوبة ومكبرة. طبعا بنرسم عندنا شعاعين. أول شعاع ضوئي بيكون موازي للمحور الأصلي، فبينفذ عندنا من العدسة مرة هيمر بالبؤرة. والشعاع الضوئي الثاني بيمر بالمركز البصري، هينفذ على استقامته دون أن يعاني أي انكسار. الاثنين طبعا هيتجمعوا في نقطة عندنا، وهي هتكون الصورة حقيقية مقلوبة مكبرة.
طبعا انت بترسم بقى بالايه، بالقلم الرصاص والمسطرة بتاعتك كده وتظبط الكلام. السؤال الثالث، أكمل العبارات الآتية. واحد، المرآة الكرية كرية يا إما مقعرة يا إما محدبة، تستخدم عند زوايا الطرق الضيقة لمتابعة حركة السيارات. دي هتكون عندنا مرآة عندنا محدبة. الطور اللي بيحدث فيه بعض العمليات الحيوية لتجهيز الخلية عشان تتجهز لعملية الانقسام، الطور ده يسمى عندنا بالطور الايه؟ بالطور البيني. العاملان الذي يمكن بهما وصف حركة جسم هما المسافة والزمن. أصل المجموعة الشمسية نجم آخر غير الشمس، طبعا النظرية افترضها العالم، طبعا النظرية الحديثة، وهي العالم فريد هويل، اللي هو طبعا انفجار النجوم. رقم باء، عندنا اختر من العمود باء ما يناسب العمود ألف. العدسات اللاصقة عندنا طبعا بتستخدم بديل النظارات لعلاج عيوب الايه؟ عيوب الإبصار. السرعة المتجهة عندنا للرياح بتستخدم لحساب كمية الوقود لاستكمال رحلة الطيران وتوفير الايه؟ توفير الوقود. جزيئات نانوية من الذهب كانت بتستخدم للكشف عن الخلايا السرطانية. الجراثيم أو الأبواغ عندنا ده طبعا بيتكاثر بها مين؟ فطر عفن الخبز. تمام. أما فطر الخميرة بيتكاثر عن طريق طبعا الإيه؟ التبرعم. رقم ج، من خلال يا سيدي دراستك للشكلين الموضحين، تعال نشوف الشكلين. ده عندنا يسمى الكروموسوم. تمام. طيب بالنسبة لده، ده كده طور انفصالي، وكمان انفصالي بيكون للانقسام الميتوزي. تمام. ما اسم التركيب المشار إليه بالحرف صاد؟ صاد ده يسمى عندنا السنترومير، منطقة اتصال كروماتي، ده الكروموسوم الواحد. ما اسم الطور الذي يلي، خلي بالك، يلي الطور الموضح بالشكل اللي هيجي بعده، ده انفصالي. الطور اللي هيجي بعده هيسمى عندنا بالطور الايه؟ الطور النهائي. استخرج الكلمة غير المناسبة. خلايا تناسلية، خلايا كبدية، خلايا الأمشاج، خلايا جلدية. تمام. فالتناسلية عندك يا سيدي 2N، خلايا كبد جسدية عندها 2N، خلايا جلدية 2N، خلايا الأمشاج عندها N. يبقى الكلمة المختلفة هنا خلايا الأمشاج اللي هي الخلايا الجنسية. خواص الصورة في العدسة المقعرة. العدسة المقعرة والله بتكون عندنا صورة تقديرية، معتدلة، مصغرة. يبقى الكلمة المختلفة مكبرة. متر على الثانية، كيلومتر على الساعة، متر على الدقيقة، متر على الثانية تربيع. وحدة قياس السرعة، وحدة قياس السرعة، وحدة قياس السرعة مسافة على زمن. متر على الثانية تربيع ده العجلة. الشمس مجرة درب التبانة 8 كواكب مجرة أندروميدا. تمام. فهتكون عندنا طبعا ده كده تبع بعض، أما المجرة دي مش تبعنا خالص، ده هنا دولت كده تبع مجرة درب التبانة، والشمس وثمانية إيه؟ 8 كواكب. طبعا ده عندنا تبع مجرة درب الإيه؟ التبانة، ودي مجرة مختلفة غيرهم خالص. تمام. نيجي بعد كده على علل يراعى الطيارون. السرعة المتجهة للرياح عند الطيران، طبعا لأن السرعة المتجهة عندنا بتؤثر على زمن الرحلة، وتؤثر على كمية الوقود المستهلكة طبعا، وكمان بيكون عندنا على سرعة الايه؟ سرعة الطيارة. فأنت لما بيكون عندك الطيران في نفس اتجاه الايه؟ الرياح، إيه اللي بيحصل؟ الزمن بيقل، كمية الوقود المستهلكة بتقل. تمام. عندك السرعة بتزداد. ولكن لما يكون عندك في عكس الاتجاه، في عكس اتجاه الرياح، إيه اللي بيحصل؟ عكس اللي فوق، تلاقي زمن الرحلة بيزداد. تمام. لأن كمية الوقود هتلاقيها بتزداد، كمان السرعة هتلاقيها بتقل. بس خلي بالك هنا وهنا بتكون المسافة متساوية، هي نفس المسافة. تمام. بس هنا طبعا بيكون في عكس اتجاه الرياح، يعني في عندك كده مقاومة، في احتكاك، فبتقلل السرعة. السرعة قلت، الزمن هتلاقيه بيزيد، كمية الوقود المستهلكة تزداد. رقم 2، يعالج يا سيدي طول النظر باستخدام عندنا عدسة محدبة. الراجل بتاع طول النظر ده مشكلته كانت عندنا الأشعة الصادرة من الجسم، مين؟
من الجسم القريب كانت بتتجمع في نقطة خلف الشبكية، فأنت عايز تجمعها على الشبكية. تجمعها يعني كنت هتروح تركب له نظارة فيها عدسة إيه؟ عدسة محدبة. تمام؟ ليه بقى؟ حتى تجمع الأشعة الصادرة من الجسم القريب في نقطة أمام مين؟ في نقطة على الشبكية. طالما اتكونت على الشبكية هتتكون عندنا صورة واضحة للأجسام القريبة. الشعاع الضوئي الساقط عمودي على سطح عاكس يرتد أو ينعكس على نفسه، طبعا لأن زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس تساوي صفر. يسمى الانقسام الميوزي بالانقسام الاختزالي. الميوزي والله كان بيحدث عندنا في الخلايا التناسلية اللي هي 2N، فكانت بتدي لك 4 خلايا، كل خلية فيها N. تمام؟ يعني أنا لو بادئ ب 46 كروموسوم هنتهي كل خلية فيها 23. ال 46 بقوا 23، يعني حصل لهم عملية اختزال، يعني نقص. تمام؟ وبالتالي بيسمى الانقسام الميوزي بالانقسام الاختزالي، لأن بتختزل فيه عدد الكروموسومات اللي هي 46 كروموسوم إلى النصف اللي هي 23 كروموسوم. نيجي الرقم ج، معانا مسألة بيجي يقول لي تتحرك سيارة بسرعة 80 متر على الثانية، فإذا قلل السائق من سرعة السيارة بمعدل 4 متر على الثانية تربيع، احسب سرعة السيارة بعد زمن قدره 12 ثانية. تعال نطلع المعطيات بتاعتنا. السيارة ده عين واحد، بداية السرعة بتاعتها 80 متر على الثانية. تمام؟ قلل السائق من سرعة السيارة بمعدل 4 متر على الثانية تربيع. 4 متر على الثانية تربيع ده العجلة. العجلة بتساوي 4 متر على الثانية تربيع. بس خلي بالك بيجي يقول لك قللة، يعني العجلة تناقصية، فلازم تيجي تحط هنا سالب 4 متر على الثانية تربيع. احسب سرعة السيارة، يعني احنا بتحتاج تعرف عين 2 بكام بعد مرور زمن قدره 12 ثانية. كلام جميل. طب ما انت عارف ان العجلة بتساوي يا سيدي التغير في السرعة على الزمن، والتغير في السرعة بيساوي العجلة في الزمن. طب العجلة بكام؟ بسالب 4، وعندك الزمن ب12. سالب 4 في 12 هيطلع معانا سالب 48 متر على الثانية. ده التغير في السرعة، وانت عارف ان التغير في السرعة بيساوي عين 2 ناقص عين 1، يعني بيساوي سالب 48. يعني عين 2 ناقص عين 1 بتساوي سالب 48. كلام جميل. انت محتاج تعرف عين 2، فعين 2 هتساوي سالب 48، وتودي سالب عين 1 الناحية التانية بموجب عين 1 اللي هي كانت عندنا في 80. يطلع عندك كأنها سالب 48 زائد 80، أو 80 ناقص يا سيدي عندك ال 48، هتطلع في عين 2 ب 32 متر على الثانية. ولازم تطلع معاك قيمة عين 2 أقل من قيمة عين 1، لأن الجسم هنا بيتحرك بعجلة تنافسية، أو عجلة إيه؟ أو عجلة سالبة. مع النموذج الخامس، السؤال الأول اكتب المصطلح العلمي. مرض يصيب عدسة العين فيجعلها معتمة. المرض ده كان عندنا يسمى مرض المياه البيضاء أو مرض الكاتاراكت. رقم 2، المسافة المقطوعة في اتجاه ثابت، ده كان عندنا الإزاحة. عملية ينتج فيها اندماج المشيج المذكر مع المشيج المؤنث عشان يكون الزيجوت اللي هو عنده 2N. العملية دي تسمى عندنا بعملية الإخصاب. التباعد المستمر بين المجرات في الكون نتيجة لحركتها المنتظمة ده اسمه عندنا تمدد الكون. أكمل. من أهم عيوب الإبصار عندنا، أهم عيوب الإبصار عندنا قصر النظر وطول النظر. قصر النظر وطول الإيه؟ طول النظر. تحدث ظاهرة العبور في الطور مين؟ هاجي أقول لك والله في الطور التمهيدي من الانقسام الميوزي، التمهيد الأول. الصورة المتكونة بواسطة العدسة المقعرة المفرقة بتكون دائما تقديرية ومعتدلة، وبتكون عندنا مصغرة. وحدة بناء الكون هي المجرات أو المجرة، وعدد المجرات في الكون حوالي 100,000 مليون مجرة. رقم ج، سيارة سباق بدأت حركتها من السكون، يعني عين 1 تساوي صفر. وصلت سرعتها يعني عين 2 بتساوي 90 كيلومتر على الساعة خلال الزمن اللي هو يساوي 10 ثواني. احسب العجلة التي تحركت بها السيارة. العجلة بتساوي التغير في السرعة، يعني عين 2 ناقص عين 1 على الزمن.
عين 2 بكام يا سيارة؟ ب90. عين 1 عندنا بكام؟ ب0. على الزمن، خلي بالك بقى المشكلة هنا. المشكلة هنا إن الزمن بالثواني والسرعة بالكيلومتر على الساعة. تمام. فأنت محتاج تحول عندك يا إما السرعة يا إما الزمن. لو خلينا الزمن زي ما هو ب10 وحولنا عندنا السرعة اللي هي 90 كيلو متر على الساعة عشان تطلع معانا قيمة العجلة بالمتر على الثانية تربيع. فكيلو متر على الساعة عشان تحولها إلى متر على الثانية بتضرب طبعا في 5/18، تضربها في 90 تطلع معاك يا سيدي 25. فال90 دي هتساوي 25 متر على الثانية، يعني الكلام ده 25/10 يعني تساوي 2.5 متر على الثانية تربيع. ده قيمة العجلة. طبعا عجلة منتظمة إيه؟ عجلة منتظمة موجبة لأن السرعة النهائية أكبر من السرعة الابتدائية. صوب تحته خط. ترجع ظاهرة انفجار النجوم إلى تفاعلات كيميائية؟ لا والله، تفاعلات نووية فجائية عنيفة. الإزاحة والقوة من أمثلة الكميات الفيزيائية الإيه؟ المتجهة. عند انقسام خلية جسم خلية جسدية تنشأ خيوط المغزل من الخلية الحيوانية. الإنسان خليته خلية حيوانية من إيه؟ هتيجي أقول لك والله من الجسم المركزي الموجود عند قطبي الخلية. وحدة قياس الكمية الناتجة من قسمة الإزاحة على الزمن. إزاحة يا سيدي على الزمن يطلع سرعة متجهة. طب أنا عايز الوحدة يبقى متر على الثانية. رقم باء ضع علامة صح أو علامة خطأ. رقم 1: إذا سقط شعاع ضوئي مرا ببؤرة عدسة محدبة. آدي يا سيدي عندك العدسة المحدبة. الجسم ده أو الشعاع ده هيمر بالبؤرة. طالما هيمر بالبؤرة هينعكس موازي للمحور الأصلي. إجابة صحيحة. تتطابق السرعة القياسية لجسم مع سرعته المتجهة. السرعة القياسية بتساوي السرعة المتجهة، يبقى أكيد لازم الجسم ده يكون بيتحرك في اتجاه واحد وفي خط مستقيم عشان المسافة تساوي الإزاحة. تمام. ما السرعة بتساوي مسافة على زمن، والإزاحة بتساوي السرعة المتجهة بتساوي الإزاحة على الزمن. فعشان الاتنين يساووا بعض لازم الكمية دي تساوي الكمية دي. كده كده الزمن بقسم على الزمن الكلي، فلازم الإزاحة تساوي المسافة. امتى الإزاحة تساوي المسافة؟ لما يكون عند الجسم بيتحرك في اتجاه واحد وفي خط مستقيم. عندما يتحرك الجسم في مسار منحني لا، خطأ. رقم 3 عندنا العلاقة البيانية سرعة وزمن. هذا الزمن وهذه السرعة. لجسم يتحرك بعجلة منتظمة موجبة بخط مستقيم يوازي محور الزمن، لا، خط مستقيم مائل يمر بنقطة الإيه؟ يمر بنقطة الأصل. يسبق عندنا الانقسام الخلوي طور بيني. إجابة صحيحة. إيه ماذا يحدث عند وضع جسم أمام مرآة مقعرة عند بؤرتها؟ والله الجسم هنا عند البؤرة. تمام. وبالتالي لا تتكون صورة للجسم لأن الأشعة عندنا شطار هنا مالها هتنعكس عندنا في ما لا نهاية، متوازية في ما لا نهاية. ماذا يحدث عند وضع جسم أمام عدسة مقعرة؟ عندك عدسة مقعرة وضعت الجسم في أي موضع هتتكون له طبعا لنا صورة تقديرية وبتكون عندنا معتدلة ومصغرة. صورة تقديرية معتدلة إيه؟ مصغرة بالنسبة للعدسة المقعرة. السؤال الثالث اختر رقم 1 في نهاية الطور التمهيدي للانقسام الخلوي. في نهاية الطور التمهيدي بتختفي إيه؟ عندنا طبعا بتختفي النوية والغشاء النووي. الفعلية لسيارة تبدو سرعتها. طب نيجي نكتب القانون. السرعة النسبية هنا السرعة الفعلية وهنا سرعة المراقب. تمام. طيب فبيجي يقول لك السرعة الفعلية كام؟ فدي مجهولة. تمام. لسرعة تبدو سرعتها، تبدو يعني السرعة النسبية من كلمة تبدو. 50 كيلو متر على الساعة بالنسبة لمراقب يتحرك في نفس الاتجاه، يبقى كده هطرح. تمام. بسرعة كام يا مراقب؟ 30. فالسرعة الفعلية تطلع كام؟ -30. تروح هناك بموجب عندنا 30، وبالتالي 50 زائد 30 تبقى هنا السرعة بتساوي 80. السرعة الفعلية تساوي 80. عدسة محدبة. هذه يا سيدي العدسة المحدبة. تمام. بؤرة مركز. بؤرة مركز. البعد البؤري ب4 يبقى كل دول ب4. 4 4. تمام. ايه المطلوب تاني؟ فبيجي يقول لك وضع جسم على بعد ما من العدسة فتكونت له صورة حقيقية مقلوبة مساوية
طالما والله مساوية يبقى أكيد الجسم كان عند المركز. تمام. فهنا على بعد كام سنتي؟ يبقى هنا 8 سنتي، يبقى دي 4 و4 يبقى عند الإيه؟ المركز. بعد عدة دقائق عندنا من الانفجار العظيم. كانت نسبة الهيدروجين كان 75%، والهيليوم كان 25%. اذكر الرقم الدال على كل من نصف قطر تكور مرآة عندنا كرية، نصف التكور ادي البؤرة وادي المركز. البعد البؤري ب5 تبقى الايه؟ نصف القطر الضعف يعني 10 سنتيمتر. اذكر الرقم الدال على تحتوي بويضة عندنا مخصبة على 12 كروموسوم. ما هي بويضة مخصبة اللي هي عندنا الزيجوت، يعني عنده 2 ب 12 كروموسوم. فما عدد الكروموسومات في البويضة فقط اللي هي غير مخصبة؟ كان عندها 6 كروموسومات. تمام. عشان يجي لها طبعا الايه؟ المشيج المذكر فيه 6 كمان يكونوا الزيجوت اللي هو 12. طول السرعة المتكونة لجسم طوله 4 سم، وضع على بعد يساوي ضعف البعد البوري لمرآة مقعرة. ادي يا سيدي المرآة المقعرة. الجسم موجود فين يا مرآة هي مقعرة؟ قال لك الجسم موجود على ضعف البعد البوري عند المركز، فهتتكون له صورة حقيقية مقلوبة مساوية للجسم. الجسم طوله 4 سم، يبقى أكيد الصورة طولها 4 سم. يبقى هنا طبعا طول الصورة تساوي طول الجسم يساوي 4 سنتيمتر. سيارة تتحرك عندنا بسرعة كام؟ السيارة عندنا تتحرك بسرعة منتظمة مقدارها 20 متر على الثانية لمدة ده الزمن وده السرعة. فما مقدار العجلة التي تتحرك بها السيارة؟ انت شاطر كده هتروح تحسب العجلة. هاجي اقول لك لا، قيمة العجلة بتساوي عندك صفر على طول. ليه كده يا حبيبي؟ بيقول لك بسرعة منتظمة. طالما السرعة منتظمة يبقى قيمة العجلة بتساوي عندنا صفر. الشكل المقابل يمثل أحد أطوار انقسام الخلية التناسلية. خلي بالك تناسلية، يبقى أنت والله على طول انقسام ميوزي، لأن في الخلية التناسلية. اسم الطور ده، تعال نشوف الطور ده حصل عندنا انفصال، يبقى ده الطور الانفصالي. ده الأهن انفصالي، ده الكروموسوم على بعضه، يبقى الانفصالي الأول للميوزي. ما نوع الانقسام الذي ينتمي إليه ميوزي؟ اذكر أهمية هذا النوع من الانقسام. مسؤول عندنا عن تكوين الأمشاج، سواء الأمشاج المذكرة أو المؤنثة في الكائنات الراقية. السؤال الرابع، استخرج الكلمة الشاذة. يا سيدي عندك الإزاحة، العجلة، الكثافة، القوة. الراجل حللها لك كميات متجهة، باقي الكلمات كميات إيه؟ متجهة، بس فين القياسية اللي في وسطهم؟ هتكون عندنا الكثافة. يحافظ على التركيب الوراثي للكائنات الحية ميتوزي. لا، استنى. يعتمد على انقسام ميوزي، لا يحتاج إلى أجهزة متخصصة، ده لا جنسي. يتم عن طريق فرد أب واحد، ده لا جنسي. بيحافظ على التراكيب الوراثية، لا جنسي. يبقى ده يعتمد على انقسام الميوزي، هي الكلمة المختلفة. وده كان عندنا خصائص التكاثر اللا جنسي. رقم 3، كشاف. كشاف الجيب. مصابيح أمامية للسيارات لعكس الضوء. الأفران عندنا الشمسية توضع على يمين ويسار السائق. دي طبعا هتكون عندنا مرآة إيه؟ مرآة محدبة. والباقي عندنا مرايا مقعرة. نظرية ستوفيم النجم العابر الانفجار العظيم، النظرية الحديثة. سؤال مكرر كتير، طبعا هستبعد نظرية الانفجار العظيم اللي هي فسرت نشأة الكون، وباقي النظريات تفسر عندنا نشأة الشمس والمجموعة الشمسية. السؤال رقم باء، اختر من العمود باء ما يناسب العمود ألف. المرآة المقعرة. بالنسبة للمرآة يا سيدي المقعرة بيستخدمها طبعا طبيب الأسنان أثناء الإيه؟ الكشف، فده رقم ج. الميوزي الثاني بيهدف عندنا لزيادة عدد الأمشاج الإيه؟ الناتجة، رقم د الميوزي. العدسة بقى المقعرة تستخدم عندنا في تصحيح عيوب الإبصار. الانقسام الميتوزي بينتج عندنا، لا، يؤدي إلى نمو الكائنات الإيه؟ الحية. بس بيقول لك 4 خلايا، لا هو بينتج 2 بس، الميتوزي. تمام. فبيهدف الميتوزي إلى زيادة الإيه؟ أو نمو الكائنات الحية. تمام. رقم ج. جيم يا أبطال بيجي يقول لي عند تسجيل نتائج تجربة هيتحرك فيها الجسم حركة معينة، كانت النتائج أعطي لك المسافة وأعطي لك الزمن.
فتيجي ترسم علاقة بيانية ما بين يا سيدي الزمن والمسافة. الزمن 1 2 3، 1 2 3، المسافة عندك 10 20 30، فواحد معاه 10، 2 معاها 20، 3 معاها 30. هيطلع عندك خط مستقيم اهوت مائل، خط مستقيم مائل، يعني الجسم ده بيتحرك عندنا بسرعة منتظمة. سرعة ايه؟ منتظمة. تعال احسبها، هتلاقي هنا السرعة بتساوي المسافة على الزمن 10 على 1 تساوي 10 متر على الثانية، هنا 20 على 2 تساوي 10 متر على الثانية، هنا 30 على 3 تطلع معاك 10 متر على الثانية. ده عين واحد بتساوي عين اتنين تساوي عين تلاتة، يبقى الجسم ده عندنا بيتحرك بسرعة ايه؟ بيتحرك عندنا بسرعة منتظمة. مع النموذج بقى الأخير معانا، وهو امتحان بنظام الاختيار من متعدد زي نظام البوكلت. بيجي يقول لي اختر تغير موضع الجسم بمرور الزمن بالنسبة لموضع جسم ساكن ده ثابت. ده تعريف عندنا الحركة. ظاهرة العبور بتحدث في نهاية طبعا الطور مين؟ في نهاية الطور التمهيدي للانقسام الميوزي الأول. من أمثلة الكميات الفيزيائية القياسية اللي هي كان بيكفي لتعرفتها ومقدارها فقط. فهيكون طبعا القوة ما تنفعش، الزاحمة ما تنفعش، العجلة ما تنفعش، هيكون نصف القطر والمسافة. حاصل ضرب سرعة الجسم المتحرك في الزمن، سرعة في الزمن يطلع معاك يا حبيبي بالمسافة. تمام، هيطلع معاك بالإيه؟ بالمسافة. السؤال التالي هيكون رقم 5. من أمثلة الكائنات الحية التي تتكاثر بالتبرع. التبرع كان هيكون عندنا طبعا فطر الخميرة. السرعة نقط هي السرعة المنتظمة التي لو تحرك بها الجسم لقطع نفس المسافة في نفس الزمن. هتكون عندنا طبعا السرعة مين؟ عندنا السرعة اللي هي المتوسطة هي السرعة المنتظمة التي لو تحرك بها الجسم لقطع نفس المسافة في نفس الزمن. النقطة التي تتوسط السطح العاكس للمرآة تسمى عندنا قطب المرآة. تستخدم النقط لتصحيح قصر النظر، قاف معاها قاف. بنستخدم طبعا عدسات، ما ينفعش طبعا المرايا، وبتكون عدسة ايه؟ عدسة مقعرة. الغازان اللي كونوا عندنا المجرات والنجوم هما غازي الهيليوم والهيدروجين، أو الهيدروجين والهيليوم بنسبة 75 ل 25 أو بنسبة 3 إلى 1. البراميسيوم حيوان أولي بيتكاثر طبعا بالانشطار الثنائي. تفسر نظرية نقط نشأة الكون. طبعا كان عندنا نظرية الانفجار العظيم منذ حوالي 15 ألف مليون سنة. منطقة اتصال الكروماتيدين في الكروموسوم الواحد يسمى عندنا طبعا باسم السنترومير. بيعتقد العلماء أن بداية الكون كان عبارة عن كرة إيه؟ كرة غازية مرتفعة الضغط والحرارة. ما اسم الطور اللي في الشكل؟ الطور ده الكروموسومات مترتبة عند خط استواء الخلية، هيسمى عندنا بالطور الاستوائي. القطعة الضوئية التي تكون صورة معكوسة. والله معكوسة، ما عندناش غير حاجة واحدة، هتكون عندنا مرآة مستوية. تفترض نظرية نقط أن أصل المجموعة الشمسية كان نجم كبير وهو الشمس. تاني نظرية معانا وهي نظرية النجم العابر. السؤال التالي رقم 17. يحدث الانقسام الميتوزي. بيحدث طبعا الميتوزي في الخلايا الجسدية زي خلية الكبد. دول كده طبعا انقسام ميوزي لأن ده خلايا جنسية. النسبة بين السرعة الابتدائية عين واحد والنهائية عين اتنين لجسم يتحرك بعجلة سالبة، عين واحد بتكون أكبر من عين اتنين، فعين واحد على عين اتنين هتطلع معاك أكبر من الواحد اللي إيه؟ من الواحد الصحيح. التكاثر الخضري في النبات دون الحاجة إلى بذور. إذا كانت السرعة المنتظمة للسيارة هي 72 كيلو متر على الساعة، سرعتها كام متر على الثانية؟ 72 بتطلع معانا 20 متر على الثانية. مصدر التنوع الوراثي في الكائنات الحية هو التكاثر. طبعا مين؟ التكاثر الجنسي. رقم 12 أو 22. الشعاع الضوئي الساقط لما يمر بالمركز البصري العدسة طبعا هينفذ على استقامته دون أن يعاني أي انكسار. تمام، هينفذ على استقامته. الجسم اللي بيبدأ حركته من السكون، يعني عين واحد بتساوي صفر وعين اتنين ب12 خلال زمن 3 ثواني. العجلة استنى ما احسبها لك. العجلة بالعجلة عين اتنين ناقص عين واحد على الزمن. عين اتنين بكام يا عم؟ ب12. عين واحد قال لك من السكون يعني بصفر. الزمن ب3. 12 على 3 تطلع 4 متر على الثانية
تربيع. السؤال رقم 24، إذا كان عدد الكروموسومات، إذا كان عندنا عدد الإيه؟ عدد الكروموسومات في خلية الكبد، يعني خلية جسدية 32 كروموسوم. عدد الكروموسومات في الحيوان المنوي ده 2N. الحيوان المنوي N، يعني نص ال 32 تطلع 16 كروموسوم. 16 زوج؟ لا، هو 16 زوج يعني 16 في 2 32، أما هو 16 كروموسوم. قدرة بعض الحيوانات على تعويض الجزء المفقود منها يسمى التجدد. السرعة النسبية، تمام، لجسم متحرك ما بسرعة ما بالنسبة للمراقب يتحرك بنفس السرعة وفي الاتجاه المضاد. الأخ ده رايح كده والأخ ده رايح كده، ده ب100 وده ب100، تطلع السرعة النسبية الضعف السرعة الفعلية ب200. مجموع السرعة الفعلية زائد سرعة المراقب، 100 زائد 100 تطلع 200، لأن في عكس الاتجاه وبنفس السرعة هتطلع معاك الضعف. المرآة الكرية يا ترى محدبة ولا مقعرة؟ اللي القطر ب40، البعد البوري بكام؟ والله البعد البوري يساوي نصف القطر، والبعد البوري يساوي ربع القطر. طب يا عم القطر معاك ب40، البعد البوري بكام؟ اقسم ال40 على 4، تطلع معاك 40 على 4 تطلع ب10 سنتيمتر. السؤال التالي هيكون معنا رقم 28. استغرق أحد التلاميذ زمن قدره 10 دقائق، تمام، للوصول من منزله إلى المدرسة، من المنزل للمدرسة، متحركا بسرعة متوسطة بتساوي 3 متر على الثانية. المسافة بكام؟ والله أنا عندي المسافة بتساوي حاصل ضرب السرعة في الزمن. السرعة المتوسطة ب3، تمام، 3 متر على الثانية. طيب الزمن بكام؟ هتاخد ال10 دقايق تضربها على طول. هقول لك خطأ، ليه؟ لأن هنا متر على الثانية والزمن بالدقائق، لازم تحول الدقائق لثواني. 10 دقائق يعني تضربها في 60 في 600، تطلع معاك يا سيدي 1800 متر. مفيش 1800 متر في الاختيارات، ممكن أقسم على 1000 عشان أطلعها بالكيلو متر، تطلع معاك 1.8 كيلو متر. ساعدت قوة نقط في تحول السوديم من الشكل الكروي للشكل الكراسي بتاعه، كانت عندنا قوة الطرد المركزية. استغرقت سيارة 4 ثواني لتصل سرعتها إلى 9 أمثال سرعتها الابتدائية. استنى يا عم، الزمن عندك ب4 ثواني، تصل سرعتها يعني عين 2 بالنسبة لسرعتها الابتدائية قدها كم مرة؟ 9 مرات، يعني عين 2 تساوي 9 عين 1. السيارة بتتحرك بعجلة قيمتها كام العددية بالنسبة لسرعتها الابتدائية؟ إيه الكلام الكبير ده؟ العجلة بتساوي عين 2 ناقص عين 1 على الزمن. عين 2 بكام يا عم؟ ب9 عين 1، شيل عين 2 وحط مكانها 9 عين 1. طب وآدي عين 1، تمام، على الزمن اللي هو عطولك بكام؟ ب4. فتسعة ناقص 1، ما هنا كأن 1 عين 1، 9 ناقص 1 تطلع 8 عين 1 على كام؟ 4. 8 على 4 يساوي 2 عين 1، 2 يعني ضعف، تمام، فهيساوي العجلة هنا هتساوي ضعف السرعة الابتدائية. يا رب تكون واضحة، واللي مش فاهمها طبعا يراجعها تاني. رقم 31. الشكل البياني نقط يمثل جسم يتحرك بعجلة مقدارها تساوي صفر. العجلة بصفر، يبقى لازم الجسم ده بيتحرك عندنا بسرعة منتظمة، يعني سرعة ثابتة، تمام، بسرعة منتظمة أو سرعة إيه؟ أو عندنا سرعة ثابتة. فين عندنا السرعة المنتظمة؟ السرعة المنتظمة بتتحدد عندنا طبعا من مسافة وزمن. الشكل رقم ب ما ينفعش ألف، ليه؟ سرعة وزمن، ده عجلة منتظمة موجبة، الأخ ده عجلة منتظمة سالبة، ده هنا عندنا سرعة غير منتظمة يعني غير ثابتة. الإجابة الصحيحة رقم ج، لأن هنا السرعة منتظمة. طالما السرعة منتظمة العجلة بتساوي صفر. وضع جسم طوله 4 سم على بعد 8 سم من مرآة محدبة. آدي يا حبيبي المرآة المحدبة، المرآة الإيه؟ المرآة المحدبة، تمام. والله كده كده المرآة المحدبة مش هتفرق معانا الجسم فين، طالما مرآة عندنا محدبة بتكون نوع واحد من خواص الصورة اللي هي عندنا تقديرية، وبتكون معتدلة. تقديرية معتدلة بتكون عندنا إيه؟ مسطرة، تمام. فالجسم طوله 4 سنتي. طول الصورة هيكون كام؟ ما أنا بقول لك مصغرة. إذا كان الجسم طوله 4 سنتي،
فالصورة هتكون أقل من 4 أقل من 4 سنتي، لأن بتكون صورة عندنا مصغرة. رقم 33، الشعاع الضوئي الساقط على مرآة مقعرة، على مرآة مقعرة. تمام. هيمر عندنا بمين؟ هيمر بالمركز. والله هيمر عندنا بالمركز، هينعكس على نفسه بزاوية تساوي صفر. إذا تحركت سيارة بسرعة منتظمة فقطعت 300 متر، يبقى دي المسافة في الزمن اللي هو نصف دقيقة، يعني 30 ثانية. السرعة المتوسطة بتساوي المسافة على الزمن، يعني هتساوي 300 على 30، تساوي يا حبيبي 30 على 3 فيها 10 متر على الثانية. مرآة مقعرة، ادي يا سيدي المرآة المقعرة، ادي البؤرة وادي المركز. كلام جميل. عايز تعرف ايه تاني؟ بعدها البؤري 20، يبقى دي ب20 ودي ب20. وضع جسم على بعد 50، يعني الجسم بعد المركز. اكيد السرعة هتكون ما بين البؤرة والمركز حقيقية مقلوبة مصغرة. صورة الجسم تتكون على بعد كام؟ أكيد أكبر من 20 بس أقل من 40. أكبر من 20، أيوه، وأقل من 20 سنتي. 36، 36 عندما يتحرك جسم مسافة 70 متر شمالا، الراجل طلع 70 متر ورجع 40 متر. تمام. مقدار الإزاحة أهو، يبقى الفرق ما بينهم 70 ناقص 40، الإزاحة 30 متر في اتجاه في اتجاه الشمال، من موضع البداية إلى موضع النهاية. وضع جسم أمام عدسة محدبة، هذه يا سيدي العدسة المحدبة. ماشي. البعد البؤري بخمسة، خمسة خمسة، فتكونت له صورة حقيقية مقلوبة مكبرة حقيقية، وعندنا مقلوبة ومكبرة. يبقى أكيد الجسم ما بين البؤرة والمركز، ما بين البؤرة والمركز عشان الصورة تتكون بعد المركز في الناحية التانية، حقيقية مقلوبة مكبرة. تمام. على بعد كام؟ أكيد على بعد أكبر من ضعف البعد البؤري. إذا كان البعد البؤري بخمسة، دي خمسة 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 خمسة، يبقى أكبر من 10. مين الأكبر من 10؟ أكيد 12. الصورة المتكونة باستخدام العدسة المقعرة. العدسة المقعرة حالة واحدة فقط، بتكون عندنا طبعا صورة تقديرية، والتقديرية بتكون معتدلة، بس تقديرية معتدلة مصغرة، تقديرية معتدلة مصغرة. مم، معلش آسفين على السرعة. الشكل المقابل يمثل حركة جسم من النقطة A، تمام، إلى النقطة C مرورا ب B. السرعة المتجهة للجسم بكام؟ والله السرعة المتجهة بتساوي عندنا الإزاحة على الزمن. يا عم إزاحتك بكام؟ موضع البداية A، موضع النهاية C. فأنت لو رحت كده هتلاقي من C. تمام. هنا طبعا برضو بيمثل عندنا انت ماشي كده فالحتة دي كلها كده تساوي 20. الإزاحة فعلا عندنا ب20 على خد زمن، استغرق زمن قدره كام؟ 10 ثواني. 20 على 10 تطلع معانا بكام؟ ب2 متر على الثانية. خصائص الصورة المتكونة، آخر سؤال معانا. الحمد لله. خصائص الصورة المتكونة باستخدام العدسة في الشكل المقابل. والله عندي دي عدسة حبيبي محدبة، يعني عدسة مجمعة، الجسم عند المركز، أكيد الصورة هتكون عند المركز الناحية التانية، وبتكون عندنا صورة حقيقية مقلوبة مساوية للجسم. حقيقية مقلوبة مساوية للجسم. الشعاع الضوئي الأول سقط موازي للمحور الأصلي، هينفذ مرة بالبؤرة. تمام. والشعاع الضوئي التاني هيمر عندنا بالمركز البصري، فهي تجمع عندنا في نقطة هنا، هتكون طبعا عند المركز حقيقية مقلوبة ومساوية مساوية للجسم. وبكده الحمد لله نكون انتهينا من إجابة تدريبات الأضواء على المنهج كاملا. خدنا مع بعض 5 اختبارات على المنهج، واختبار شامل بنظام الاختيار من متعدد. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو إن كنت استفدت، والاشتراك في القناة. ونشوفكم على خير في الترم الثاني، ويا رب ربنا يكرمكم بالتفوق وأعلى الدرجات. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.